هو يعني لو حد اتكلم وانت زعلت منه بتقطع عيش الناس؟ مش دايما. قول، عايز تقول ايه؟ هقول ورزق على الله. اللي انا عايز اقوله ان حضرتك ما اديتش فرصه لزياد ان شخصيته تطلع وتشوف امكانياتها وتوجهها. حضرتك عايزه يطلع زي ما حضرتك عايز وبس، رغم ان كل انسان له مؤهلات وقدرات تختلف عن التاني. حتى لو المؤهلات دي تافهه المفروض انها تحترم. انا مش شايف له لا قدرات ولا مؤهلات. حضرتك ما اديتش لنفسك فرصه انك تشوف. كل اللي بتعمله انك بتأمره وترجع تبستفه وتهزقه، بتمحي شخصيته وبتطالبه انه يبقى راجل. تيجي ازاي دي؟ انت رأيك ايه يا استاذ مبروك؟ والله يا فندم انا شايف انك تسيبه يعمل اللي هو عايزه. لو انا سبته يعمل اللي هو عايزه هيجيب عليها واطيها ويغلط ويعك. وايه يعني لما يغلط ويعك؟ سيبه يا فندم، سيبه يجرب، سيبه يمشي حافي علشان لما يتعور يعرف ويفهم انه لازم يلبس جزمه. الو. طنط رموز، اهلا. بقول لك ايه، توشكر ما جاتش لغايه دلوقتي من الاسم وانا عايزه الخضار. اسم ايه؟ طيب يا نهارك اسود. لا كل ده تقريبا. ده انت نهارك اسود. خدها يا ابني ودعني يا ابني. لا مؤاخذة مبروك شحاته، مبروك مدرس اول بمدرسه الانشطار النووي. ايه اللي انت عملتيه ده يا توشكا؟ اعمل ايه؟ ما هو اللي قال ادبه عليا وطول لساني رحت ضرباه. احسن قلت ادبها. انت ضربتيه في القوه، هتعملوا فيهم ايه يا فندم؟ رايحين النيابه يا استاذ، خدوا بالك وديهم على النيابه. طيب خلاص انت على النيابه. ثانيه واحده، امك بتسال فين الخضار؟ يا نهار اسود، هي كلها مع الخضار. خدوا بالك يا شميل، يلا يلا اطلعي. يلا اتفضل استريح. متشكر يا فندم. وانا بيا ما تقعديش. قولي لي بقى، انت ليه ضربتيه الضرب ده كله؟ مش هي دي اللي ضربتني ساعتها يا فندم. ها؟ امال مين اللي ضربك؟ اللي ضربني واقف بره ساعة الباشا، خطيبها. مبروك شحاته مبروك. ايه؟ يا جابر. نعم يا فندم. في واحد بره اسمه مبروك شحاته مبروك، هاته. حاضر يا فندم. مساء الخير يا باشا. هو ده؟ ايوه هو. انت ضربت الراجل ده ليه؟ انا ضربتك؟ انت حول تشكر بيقول كده ليه؟ انا عارفه ايه ده؟ انت بتحشر مبروك ليه؟ مبروك لسه جاي دلوقتي وانا اللي ضربتك. ما حصلش ساعة الباشا. بقى برضو واحدة بنت زي دي ممكن تضربني الضرب ده كله؟ ده كلام منطقي برضه ساعة الباشا. امال انت قلت ليه في محضر الشرطه ان هي اللي ضربتك وانت ماضي على المحضر ده؟ والله يا باشا انا ما كنتش في وعي. انا كنت مضروب وتعبان وعينيا مسبله ومش مركز. اللي ضربني هو مبروك شحاته ساعة الباشا، وما اعرفش ليه حضرة الضابط كتب في المحضر غير كده. يا امين جابر. يا فندم. حط الاستاذ ده في الحجز. يحجز مين؟ انا مالي انا؟ ده انا اصلا ايه اللي جابني؟ انا كنت جاي اسال عليها مش اكتر يا فندم. انا عندي شهود تقول انا كنت فين ساعه ما كانت هي بتضربه. الكلام ده تبقى تقوله في الجلسه قدام القاضي. جلسه وقاضي؟ تشكر. نعم. احنا مش مخطوبين؟ اه يا حبيبي. انت طالب. انا نفسي اعرف انت عملت كده ليه؟ يا استاذ ايهاب، مش انا طول السكه اقول لك معلش خليك انت العاقل، انت الكبير، هي متهوره وسامحها عن المعروف. انا فعلا سامحتها. طب يعني تسامحها عليا تتهمني انا؟ متغاظ منك عشان يتحرق دمكم زي ما حرقتوا دمي. سمع يا امين؟ يلا بقى انت هتجيب بسرعه عشان يسمع ان هو اتهم عشان متغاظ منه مش عشان هو اللي ضربه. ما تسمعش كلام امين، هو اللي ضربني. ده هو امين، ده امين. ضرب ايه؟ ايهاب. انا اصلا ايه اللي خلاني اكلم امك؟ ده انا كنت مروح حياتي كان في خير الشر، قالت لي روح اسال عليها في الاسم وما يخرب بيتي. هتروح انت دلوقتي عادي وتودي لامك الخضار كمان. انت بتتنفذ عليا انا ليه يا مبروك؟ ما تتنفذ عليه هو. من يوم ما عرفتك انت وامك وانا ما طلعتش خطوه لقدام. من يوم ما عرفتك انت وامك وانا عايش في قلق وحرق الدم. على فكره انت زودتها قوي. ايه ما قدرتش على الحمار وقدرت على البردعه؟ انا مالي انا؟ انت مالك؟ انت لو ما كنتيش اتهورتي عليه ما كانش حصل اللي حصل. لو اصلا امك ما كانتش عملت الفكره الهباب دي ما كانش حصل اللي حصل. على فكره يا مبروك انا عذراك، بس اللي انت بتعمله ده ما فيهوش اي حاجه من ريحه الشهامه. انا اللي بنت اتسجن وانت الراجل تبقى حر. ابقى حر
واجي واسال عليكي في السجن واجيب لك سجاير وسندوتشات. هو انا بشرب سجاير؟ بالعكس، انت لما تتسجن انا اللي ابقى حره، وساعتها انا اللي اجيب لك السندوتشات والسجاير. انا ما بشربش سجاير. خلاص اجيب لك حاجه ساقعه. مفيش ازقع ولا اتنح ولا ابرد ولا ارخم منك. كان يوم من نايل ب60 نيله يوم ما حبيتك. كده؟ طب خد بقى 60 داهيه، كويس ان انت هتخش السجن عشان ارتاح منك ونزلتك كلهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا تشكر انت وامك. هتاكلوا انتوا الخضار واكل انا على قفايا. يا لهوي. طب طمنيني يا اختي، مبروك عمل ايه؟ ابدا يا ماما، الضابط عمل له محضر وخد اقواله ورجع النيابه تاني، وكيل النيابه افرج عنه بضمان محل اقامته، واكيد هيحددوا له جلسه، وربنا يستر بقى والضابط ما يسجنوش يا ماما. يا عين امك يا مبروك يا حبيبي، راح لقضاه برجليه، بس هو اللي غلطان. لو ما كانش كلمني في التليفون ما كنتش قلت لي انك انت في القسم وما كانش راح لك. صحيح، هو انا مش قلت لك ما تقولولوش؟ قلت له ليه؟ الله، ما انا كنت عايزه اطبخ وانت ما جبتليش الخضار. يا ولاد، عاملين ايه بقى في المذاكره يا ترى؟ انا مشاكلي كلها كانت في العربي وخلاص، مستر مبروك حلها لي. وانا مستر مبروك امبارح عمل لي امتحان واخدت فيه 8 من 10. وانا خدت 9 من 10. بابي ما تخليش طماطم تغيظني. بس يا طماطم ما تغزيش اخوكي. بهزر معاك. بابا، انا عيد ميلادي اول شهر وعايزه اعمل حفله جامده قوي. حاضر يا روح بابا، عامل لك حفله جامده قوي، لكن مش هنا. شوفي انت بقى نقي اجمل مكان في البلد وانا عامل لك فيها عيد ميلاد ما حصلش. طب ليه ما يبقاش هنا؟ علشان انا مش هقدر انضف الفيلا دي كلها بعد اصحابك ما يمشوا، دي هدة حيل يا كنزي. لا ماما، لازم حضرتك تشوفي لك حل في الحكايه دي. انا كتير قوي من اصحابي بيقولوا لي عايزين نيجي نزورك، مش ببقى عارفه اقول لهم ايه. عادي، قول لهم بابي محرج علينا نجيب صحابنا في البيت. احنا كده ونظامنا كده، واتكلمنا في الموضوع ده 100 مره ومش هنتغير. وبابا قال لك انه هيعمل لك عيد ميلادك في احسن حته في البلد. عايزه ايه تاني؟ طيب ده غير الهدايا صح؟ غير الهدايا يا طماع. طيب انا عايزه عربيه. ده عينك، السنه الجايه لما يبقى عندك 18 سنه وتطلعي رخصه. يا سلام، طب ما انا عديت ال 18 سنه من زمان وطلعت رخصه، ايه المشاكل بتاعت العربيه بالنسبه لي بقى؟ كنزي حبيبه قلبي شاطره في مدرستها وبتطلع من الاوائل كل سنه. فعلا؟ لا ربنا يوفقها. بس هي بتحب المذاكره، انا ما بحبهاش. هنبتدي بقى. ما بتحبهاش ليه؟ اهو بقى ظروفها سيئه معايا. زياد، نعم. تيجي نعمل مصالحه انا وانت؟ يا ريت يا بابي. انا موافق، امري لله، انا موافق تدخل كليه التربيه الرياضيه. ايه؟ بتتكلم جد يا بابي؟ انت بتتكلم جد؟ ها؟ بتتكلم جد؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي. يا حبيبي انا بحبك، انت ابني. وانا كمان يا بابي بحبك جدا. انا لو كنت بأس عليك ولا بكلمك بطريقه فيها شويه عنف، لاني خايف عليك وخايف على مصلحتك، عايزك تبقى راجل صلب، عينيك في وسط راسك. بالعربي عايزك لبط، مش جايز اموت فجاه. بعد الشر عليك يا صدقي. طب ليه لا؟